ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ وحشني جدا والله. والدنيا مش احسن حاجة من غيرك. انا عارف انك مش هترد عليا زي كل مرة، بس ما كانش ينفع اعدي المناسبة دي من غير ما اقولك كل سنة وانت طيب. عيد ميلادك يا عم. يا صاحبي ارجع، وحشتنا كلنا. ما تخليش واحدة تعمل فيك كده وتدمر لك حياتك. يا عم ده انت كنت الاول على دفعتك، واتخرجت واشتغلت وعملت كل حاجة بتحبها. يبقى ليه كل ده بقى؟ مش نهاية الكون على فكرة، وألف واحدة تتمناك. ارجع لنا يا صاحبي. كل سنة وانت طيب، وعيد ميلاد سعيد. الانتحار هو الحل الوحيد لراحتي. أبويا وأمي وأصحابي وإخواتي، إزيكم؟ النهاردة أنا قررت أحط نهاية لحياتي، وأنا عارف لما هتقروا كلامي ده هتبكوا قوي وهتتألموا. أنا بكتب والدموع نازلة من عيني، وقلبي محروق قوي عشان مش هشوفكم تاني. عشان خاطر ما تلومنيش على اللي هعمله، وما تحزنوش لما أموت، وافتكروا دايما إني كنت بحبكم. لكن هو ده حكم القدر، وقدري هو الانتحار. أبويا وأمي اخواتي واصحابي، سامحوني سامحوني وداع للأبد. رينو رينو